بعد ما رجعت نقرا بديت كندوز الامتحانات. الاساتذه كانوا عطاوني واحد المهله ديال جوج ديال السيمانات باش نقل الدروس ديالي باش يتصحوني الدفاتر. ديك ساعتين نقدر ندوز الامتحانات. ونيا دخلوا بنات القسم اللي باقي عاقل عليهم شويه وصافي. اللي عاقل عليهم مزيان كانوا ياسمين وحوريه ودنيا، وزيد ما بقيتش عاقل عليهم مزيان. ولكن كانوا هما اللي كيكتبوا لي الدروس. وما نساوش خويا احمد اللي الخير ديالو عمري ما ننساه. كان كيهز لي المحفظه مسكين باش انا نقدر نعكز ونقدر نتمشى. بديت كندوز في الامتحانات واحد مور واحد. حكم كنقرب الوقت باش الاساتذه يبداو يعطيو النقاط للاداره باش يعطيونا النتائج. كانوا بقاو لي باقي عاقل مزيان، كانوا بقاو لي شي 11 ديال الامتحانات، لدرجه بعض المرات كنت كندوز حتى 3 ديال الامتحانات في نفس النهار. المهم بشي معجزه ساليت ونجحت الا بقيت عاقل بشي 13 في الدوره الثانيه. المهم سالينا القرايه، وصلنا رمضان والاجواء الرمضانيه وما احلاها. شارع سيدي عابد كان اشهر شارع في رمضان، منين كيتسخروا الناس، واش منك يا خضره اش منك يا شباكيه. اللي بغى على الخاطر كيلقاها تما. كنت كنشد الطريق من رمضان حتى للدار ديال حمزه اللي كانت مور شي كراجات ديال الباركينغ، سميتهم الكراجات ديال السيدادي. الناس ديال الحوسيمه يعرفوا مزيان فين جاو هاد الكراجات. كنت كنعود لعندو، كنا كنتلاقاو تما انا واحمد وحمزه وحميد اللي هو الجار ديال حمزه وانس. المهم الكليكه ديال دايما والجار ديال حمزه. نقولوا ما كاين ما يدار، ايوا تبقى في الدار القنط والملال. نخرجوا كنتوانسوا باللعب الكارطه، كنمشيو للسونتر فيل نبدلوا الجو، ولا كنبقاو في الشارع الكبير كنتفرجوا في بنادم والمدابزات ديال رمضان. وبالليل كنا يا اما كنريحوا مع الدار ديال حمزه، يعني في العتبه ديال الباب ديال الدار ديال حمزه، ولا كنتحركوا للكورنيش حكم الكورنيش كيعمر في رمضان وبالاخص بعد الصلاه ديال التراويح. المهم ندوزو دابا للتصاور. هذيك الشارع ديال سيدي عابد، هاد التصويره كانت مور العصر. ندي مع خويا امين نهار قال لي راه نجرب ديك العكاكز كيفاش كيتمشاو كيفاش كيتحركوا بهم. هذه كانت واحد التصويره لي الذكرى معاه، وهذه كانت في نفس النهار مع حمزه وامين في الشارع ديال سيدي عابد. انا كنت بديت كنتمشى على رجلي شويه، وهاد التصويره مع شي 3 ديال الصباح. هذه كانت تصويره عاديه، ماشي شي حاجه. مشينا تقهوينا مع حمزه وحامد ومحمد اللي كان من العائله ديال حامد. هادي على الموجه ديال البحر ديال كرابونيطا. ولا رديتو البال غتشوفوا اللي كنت لابس في رجليه هو اللي كان تيعاوني على المشي، وانا كيبان مزيان. وهاد التصويره كنصورني امين الجار ديالي اللي من بعد نعاود لكم عليه. وكذلك هاد التصويره كانت مع شي 5 ديال الصباح. المهم من صوري كنت عجبني نقصر حتى نصاص ديالي. وهادي الدراري كانوا لاعبين الباسكت في الثانوي، باش العساس كان تيخلينا ندخلوا نلعبوا في العشيه نهار ما تيكون حتى شي واحد في المدرسه. وهادي قدام دار الفتاة. الجلسة هنايا كتطلع على الإقامة ديال العامل ديال الحسيمة والإقامة ديال الملك. المنظر تما مزيان، وهذا هو المنظر اللي كان تما، كتطلع على البحر والطبيعة. وهذه كذلك خرجنا باش نفوجو شوية. نهار كنا راجعين من الخرجة كنا كنمشيو كنلعبوا الكولفاز. ومن بعد هذا الكراج اللي كان فيه الكولفازور غادي يتشد، لحقاش قال لك اسيدي كانوا كيبيعوا فيه الشوكولاتي اللي هو الشكلاط، نقولوا حنا الشوكولاتي، ما نعرفوش بصح ولا ماشي بصح. هاد التصويره يلا طلعت لي. كنا مشينا للباديه بحكم حنا في الريف العشبه موجوده. ضربت واحد التصويره لي الذكرى. وبالمناسبه انا كنت لابس ديك اللعيبه في رجلي، غير كنت لابسها من تحت السروال. ما علينا نرجعوا للصيف. المهم من بعد قال لك سيدي الوالد غادي نمشيو لتطوان، لحقاش حنا كنا كل عطله تقريبا كل شهر كنمشيو نزوروا العائله، لحقاش الوالده ديالو ساكنه في تطوان، وفي الحقيقه العائله كامله ديالو ساكنه في تطوان. هاد التصويره في الجبهه، شي ايامات الجبهه كانت جات واحد الحمله وتزاد الشعبيه ديالها في الحسيمه، الله عمرو عرفوها. وقلت كيفاش انا كل عام من نهار كنت صغير وانا كندوز من هنا عمري درت شي تصويره مع هاد البلاكه. وقلت للوالد غير توصل لعندها حتى نتصور معها. الاخر جات واحد الموضه في الفيسبوك. المهم زرنا العائله، وملي كنا راجعين دوزنا على شفشاون.
كنتسخروا من تما الجبن الحور والفقاس، ولكن ما كنسميوه حنايا في شمال الفقاقس. اخوان ما تديوش عليا على اللهجه ديالي، لحقاش انا ريفي، تلاقيت وتربيت في الريف. الوالدين ديالي حتى هما الريافه، ولكن بحكم الخدمه اللي خدموها في الشاون وحتى في تطوان. ملي كانوا خدامين تما تزادوا خواتاتي الكبار، وملي رجعوا للحسيمه ملي تزادت لقيت العربيه اللي دايره في الدار هي الشماليه. وهذه قصتي مع اللهجه ديالي، يعني عندي واحد الميكس ما بين اللهجه الريفيه واللهجه الشماليه مخلطه. المهم هذه الحلقه كانت على الاجواء ديال رمضان، خليوها هنايا ونتلاقاو في الحلقه المجايه. الله.